محمد علي العوني مدير مهرجان سيدي علي الحطاب في دورته الأربعين في 2016. اليوم هو الافتتاح، باش يكون معنا ان شاء الله اليوم الافتتاح 23 ماي يوم الاثنين 2016 على الساعه كما تشوفوا تو الاجواء وهي موجوده على الساعه 4:30 مساء تحت اشراف السيد والي منوبه والسيد وزير الشؤون الدينيه والسيد وزير السيد خالد شوكات، وهو كما احنا توا في الكلمه والسيد الوزير وصل. ندوات إلقاء شعر وأذكار دينية. نعاودوا نذكروا أنه مهرجان سيدي علي الحطاب برنامج متنوع من ندوات وشعر ومسرح وأذكار وفروسية وترفيه. كما العادة باش نلتحقوا بعد شوية مع مدير المهرجان لإلقاء كلمة الترحيب السيد محمد علي. مرحبا بالسيد محمد علي باش يلقي لنا كلمة الترحيب للضيوف الكرام اللي التحقوا بنا اليوم في الدورة الأربعين، افتتاح الدورة الأربعين بمهرجان سيدي علي الحطاب بالمرنقية. بسم الله والصلاة والسلام على رطاب تحت إشراف السيد والي منوبة، والتي تمتد فعالياتها من يوم 23 إلى يوم 26 ماي 2016. في بداية هذه الكلمة يسرني ويشرفني باسمي الخاص وباسم هيئة جمعية مهرجان سيدي علي الحطاب وباسم متسكني ربوع معتمدية المرنقية أن أرحب بالسيد وزير الشؤون الدينية، السيد وزير العلاقة مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد والي منوبة، السيد المعتمد الأول بولاية منوبة، السيد معتمد المرنقية، السادة المعتمدون بمعتمدية ولاية منوبة، السادة والسيدات أعضاء مجلس نواب الشعب والسادة المعتمدين ولاية منوبة. هذه فرصة طيبة وسعيدة أنه نحضر معكم هذه المناسبة الطيبة الكريمة، الذكرى أو الدورة الأربعين لمهرجان، هذا المهرجان اللي نفتخروا به جميعا، اللي نعتبروه أمارة من أمارات السلم والاستقرار والشأن الديني اللي يميز. قولوا يا حطاب لعناية يا بواب مكة. هذا التاريخ، هذه المنطقة في الحقيقة هي منطقة تصوف حقيقي، منطقة كما يسموها سخونة. ايش معناها؟ تعرفوا أن سيد الحسن الشريف هذه المناسبة بعد السيد وزير أعطى إشارة العلاقة مجال هذا المهرجان. طيب نحب في هذه الكلمة أن نشكر جميع الأطراف اللي ساهموا.
هل نلمس الواقع المعطاء في زمن هل نلمس الواقع المعطاء في زمن قد صار فيه التمني وقت